شوربة العدس ده وقتها يا جمالها بقى في عز البرد، واحنا بنشربها كده مع العيش المحمص ومع البصل المحمر. اعملي طريقتي. حلة على النار وحطيت فيها زيت زيتون. بعد ما حطيت الزيت نزلت بالبصل المفروم وكمان بالثوم المفروم. مقاديري على فكرة على 100 او على 200 مش هتفرق كتير. تقلبتين 3 وبعدين نزلت بكمون حب، ايوه كمون حب والتوابل، وقلبتهم مع البصل والثوم في الزيت. الحركة دي بتعمل ايه؟ بتطلق الزيوت والروائح العطرية للتوابل، وده بيرفع مستوى الشوربة لحتة على 100 او على 200. نزلت بالعدس وقلبته تقلبتين وبعد كده نزلت بمقدار المية. كل التفاصيل انا حطها لكم في الديسكريبشن. تقلبتين ورحت مغطية وسبتها على نار متوسطة لحد ما المية غليت. اكتشفت ان نسيت احط الزنجبيل. طاسة على النار ونص معلقة زيت زيتون وقلبت الزنجبيل لحد ما لونه يغير ورحت احطاه على مكونات الشوربة بتاعتي. تقلبتين ورحت مغطية. بعد ما المية بتاعتي غليت رحت عاملة ايه؟ رحت نازلة بالطماطم والبطاطس وكمان بالجزر المبشور. انا بحبه يبقى مبشور، ده بيسهل عليا اكتر وقت الخلط. تقلبتين ورحت مغطية برضو بالغطا وسبتها لحد كده ربع ساعة على نار هادية لما غليت والحبة استوت. ايوه بصوا استوية تمام التمام. على الخلاط بقى او لو عندك هاند بلندر واضرب يا اللي بتضرب. وده شكلها بعد ما اتضربت وده سمكها. انا طبعا بستهبل وعمالة اغرف واحط واغرف واحط عشان الريحة اللي طالعالي فوق الروعة بمراحل كتير قوي. فانا عمالة بقى اقلب واغرف علشان انتوا تتفرجوا وانا استمتع بالريحة اللي مليالي المطبخ دفى. بص بقى منظرها في طبق التقديم، حاجة تشرح القلب والروح والله وتفرح. وطريقتي خرافية، أنا مش بمدح فيها من فراغ، لا ده رأي كل اللي بيشرب شوربة العدس بطريقة جوه الحلة. حطيت العيش المحمص. أنا كان نفسي أحط بصل بس إسراء أختي قعدت تعند معايا وتقولي لا عيش محمص وأنا أقول لها بصل، وكلامها هو اللي مشي في الآخر. ده المنظر. انا حطيت معاها طبعا بتنجان مخلل وبصل محمر، وكل دي فيديوهات جاهزة عندنا. لو حابين تعرفوها اسألوني في التعليقات، ويلا ناكل من جوه الحلة.